السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زين. شباب، اليوم عندنا موضوعنا الدرس شرح حول شلون نسوي اعدادات الراوتر. يعني راوتر عندنا جديد نريد نرتبه ونسوي الاعدادات مالته. اول ما نجي راح يجي هنا الاي في، نسجل الاي في 192.168. سوري، 186.1. اكو راوتر نوعيتين، اكو 441 و440، واللي جوا 440 141 و140. واللي جوا هاي الارقام، اللي جوا ال40 1 دوت 1، او لا، النوعية الثانية 0.1. يعني الراوتر هو الاي بي مالته يسجل على الكرتون. اذا ما عندك كرتون يعني هاي تحاول لو ذاك او هذا الاي بي، ماكو اي اختلاف. زين، كبداية نطيقه ندخل على الراوتر. لازم شنو؟ لازم يطلع لنا اليوزر والباسورد حتى فحيطلع لنا يقول له انطيني اليوزر والباسورد. تكتب admin وجوا admin، يعني admin اليوزر والباسورد admin، بس انا مو غير الباسورد. 6 4 يفتح عندنا طبيعي، يطلع لك القائمة هيجي كبداية. هاي هنا كلها صفارة، هاي الواجهة مالت الراوتر. نجي هنا عندنا الخيارات اللي على جهة اليسار، على الستاب كويك ستاب ننطي نيكست نخليه على اوتو. نيكست ننتظر. هنا عندنا احنا الراوتر لازم شنو؟ لازم اتصال مالته الفيشة مالت النانو مشكلة بالراوتر. الفيشة مالت النانو الكيبل لازم يشكل بالمكان الازرق. زين، متشكلة بيه ومكنكين. اذا مو تكنيك يعني كبداية على اللابتوب، وعلى اللابتوب الكيبل اللي مكانات الاصفر مشكلة بيه، واللابتوب بدون باسورد رأسة يفتح عندك، بس تدق الاي بي واليوزر والباسورد مالت الراوتر. هنا عندنا يفتح، عندنا اليوزر مالت الاشتراك مالتنا لازم يسجل هنا حسب البرج مالتك. انا مسجل اليوزر والباسورد مالتي. وهنا تعيف على ديزيبل، ننطي نيكست بعد ما سجلنا اليوزر والباسورد مالت الاشتراك مالتنا حتى يتفاعل الراوتر اوتوماتيكي. عندنا هنا انيبل وايرلس راديو، نعيفه مكانه ما نلعب بالخيارات. هنا الوايرلس نتورك نيم، اسم الراوتر اللي حيبث بيه، انا مسجل هالاسم. هنا الدولة تعيفه يونايتد ستيز، تعيفه على مكانه. هنا الخيارات كلها تعوفها مكانها. تجينا مرات نخليه يجي الخيار على الديزيبل. احنا شنو ننطيه؟ الويب ننطيه على الرمز مال الحظر مال رمز الحماية، نشغله. وهنا نكتب الرمز. ما شاء الله انا رمزي كلش حلو، 17 رقم. اوكي، كملنا. بعد ما كتبنا اسم الراوتر والباسورد
اللي مكنك بيه الرمز مالت الراوتر، ننطي نيكست. بعد ما كملت الاعدادات كلها هسه حيفصل عندي، ننطي فينش، يعني ما غير شي ما راح يفصل. احنا عندنا بعد ما كملنا الاعدادات تظهر عندنا هاي الارقام مال الاتصال، هاي الارقام مالت الاتصال وياها. لا كلن اشتغل عندنا الراوتر والتكنيك طبيعي. عندي شرح ثاني ان شاء الله انزله وهو شلون تحضر شخص يكنك وياك على الراوتر. ان شاء الله بالشروحات السابقة راح انزل لكم شرح شلون تحضر شخص ما تريده يكنك على الراوتر مالتك، تنطيه باند حظر نهائي. شاكر متابعتكم وان شاء الله يا رب عجبكم الشرح.